لو زهقتي من الرز والمكرونة تعالي شوفي بقى الوصفة دي. حاجة كده سهلة وبسيطة ومختلفة ومن ريحة أيام زمان. الأكلة دي بجد بتفكرني بعمتي. ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها. يلا بينا نشوف المقادير. أول حاجة معايا كوبايتين من الفريك المغسول ومتصفي كويس جدا. معايا بصلاية كبيرة متقطعة، جزراية، فلفلاية متوسطة، والتوابل بتاعتي معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة ممسوحة من الفلفل الأسود، رشة جنزبيل، رشة شطة، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ربع معلقة صغيرة من بهارات اللحمة أو السبع بهارات ودي اختياري. معايا 3 معالق زيت ومعلقة سمنة بلدي كبيرة، هسخنهم في الحلة. بعد كده هنزل عليهم ببصلاية كبيرة أنا فرموها في الكبة. أنا كنت فرمة كل الخضار اللي قلنا عليه في الأول في الكبة. هشوح البصلاية كويس جدا لحد ما تدبل، مش عايزة لونها يغير، أنا عايزاها بس تدبل. وبعد كده هنزل عليها بالجزراية، هشوح فيهم كويس جدا. أنا عايزاهم ينزلوا المية اللي فيهم علشان الفريك ما يطلعش معجن، يعني عايزة المية اللي فيهم كلها تنزل قبل ما احط الفريك. بعد كده حطيت الفريك اللي انا مصفياه كويس جدا جدا جدا، والخطوة دي مهمة قوي علشان ما يطلعش معجن ويطلع مفلفل وجميل زي ما شفنا في اول الفيديو. هفضل اشوح فيه كويس جدا جدا لحد ما يتشمع، والنار بتاعتي في المرحلة دي بتكون متوسطة، مش عايزاها عالية قوي ولا واطية قوي. بعد لما تشمع هنزل بقى بالفلفلاية بتاعتي واقلب كويس جدا جدا جدا. مهم قوي قوي في الخطوة دي ان انا كل المية اللي عندي تتبخر، انا مش عايزة اي سوائل خالص علشان الفريك بتاعي ما يعجنش. وبعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي اللي قلناها في اول الفيديو واقلب كويس جدا جدا. التوابل دي بقى هي اللي بتطعمه، والبهارات دي بجد خطيرة يا جماعة، جربوها. جربوا رشة الجنزبيل دي في اي اكل بتعملوه، هتحبشوا كده وتخليه طعمه حلو قوي، بس رشة خفيفة جدا، ما تكتروش لان هو بيمرر الاكل. ابتدي بقى ان انا اضيف مقدار المية بتاعتي، عايزة المية تبقى اعلى منه حاجة بسيطة كده زي الرز. وما تقلقيش مش هيعجن منك خالص، لان احنا كل السوائل اصلا اتبخرت في الاول لاننا شوحنا الخضار بتاعنا كويس جدا. لو حابه تضيفي شوربه هيبقى احلى بكتير، بس بصراحه انا ما كانش عندي شوربه. غطيت عليه وسبته لحد بقى ما يتشرب، وبعد كده وطيت خالص النار وحطيت شياطه لانه ممكن يلسع من تحت، فخلي بالك جدا في التسويه. هياخد حوالي تلت ساعة نص ساعة على نار هادية خالص، سيبيه لحد ما يستوي براحته تماما. وهو بقى بيستوي قلت احضر اشهر حاجة بتتقدم مع الفريك هي الكبد والقوانص. معايا نص كيلو من الكبد والقوانص، مغسولين طبعا كويس جدا ومتصفيين كويس جدا. معايا معلقة كبيرة من الثوم، ربع معلقة صغيرة من الشطة اختياري، ربع كوباية زيت، معايا معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون. معايا طاسة بقى على النار، حطيت فيها ربع كوباية زيت. كمية الزيت دي مش كتيرة خالص، هي عموما الكبدة يعني بتحب الزيت. هسخن الطاسة والزيت كويس جدا، وبعد كده هنزل بالقوانص والقلوب. هنشوح فيهم كويس. القوانص طبعا بتاخد تسوية اكتر، فعشان كده نزلت بيها بدري شوية. ممكن اسيبها مثلا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير على النار لحد ما تدخل في التسوية. وبعد كده هنزل بالكبدة بقى. الكبدة طبعا ما بتاخدش وقت خالص، فعشان كده بأخرها شوية، اشوح فيها بس ما تقلبيهاش جامد علشان ما تتهريش منك. يعني على الهادي كده ابتدي ان انتي شوحي فيها لحد ما لونها يتغير ويبقى كلها لونها الرمادي اللي واضح قدام حضراتكم دوت. بشوح فيها بقى لحد ما كلها تاخد اللون دوت، وبعد كده بهدي النار بس شوية علشان تستوي على نار هادية شوية، لان انا طبعا كنت معلية النار قوي. بعد كده بعمل حفرة كده في النص وبنزل بالثوم وهرسة الشطة اللي احنا قلنا عليها. بعد كده بقلبها بقى كلها على في الكبدة. انا طبعا ما بحبش احط الثوم بدري علشان بيمرر وبيسود قوي الكبدة بتاعتي. بعد كده نزلت بالبهارات، الكزبرة والملح والكمون بتاعي، وقلبت بقى التوابل بتاعتي دي كويس جدا جدا مع الكبدة. طبعا التوابل دي هي اللي بتطعم الأكلة بتاعتنا قوي. أنا عاملاها بطريقة الكبدة الاسكندراني، علشان الناس اللي ما بتحبش الكبد والقوانص بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كبده اسكندراني، يعني مش هتحسوا
ان هي كبدة فراخ ولا حاجة، لان طبعا كبدة الفراخ في ناس كتير قوي متحبهاش. بقلب فيها كويس، هي خلاص كده استوت وجاهزة ان هي تتقدم بقى مع الفريك الخطير اللي احنا عملناه. بصوا قد ايه يا جماعة هو مفلفل وحلو جدا، وعلى فكرة قيمة غذائية عالية جدا، ومن النشويات المعقدة اللي هي بتاخد وقت طويل قوي في الهضم، فحلوة جدا حتى للناس اللي بيعملوا دايت. ممكن يقللوا بقى استخدام الزيت والسمنة وكده في الأول، وياكلوه بجد تحفة تحفة بجد وخطير، وبيفكرنا بجد بأيام الزمن الجميل. أتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وتقوموا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.